أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Overthink. معاكم مهند. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الاختيار الصح. ليه بنحاول نوصل للاختيار الصح؟ هل في حاجة اسمها أصلا اختيار صح؟ وإزاي بنختار؟ أظن مفيش حد فينا ما اتزنقش كده الفترة اللي فاتت أو في حياته عموما في الاختيار بين حاجتين أو أكتر، سواء بقى في اختيار شغل، جامعة أو شريك حياة، أو حتى واحنا بنختار ناكل ايه واحنا بره. أنا مقتنع إن الاختيار مش على طول حاجة حلوة أو مريحة، بالعكس بحس إن مهما كان الموضوع تافه بس دماغنا بتكبره، حتى لو عايزين نطلب أكل عادي. في واحد صاحبي معظم الوقت بيخلي حد يطلب له، وانا ساعات بتقفل معايا خالص واخلي حد يختار لي اكل فعلا. فده في اكل، فما بالكم بقى باختيارات كبيرة زي اللي كنا بنتكلم عنها قبل كده، زي شغل او انك بتختار شريك حياتك. دي هتبقى مصيبة ساعتها. خلينا نتكلم عن المثال البسيط بتاع الاكل. احنا دماغنا باي ديفولت فيها افكار كتير وبايسز اكتر، بتختلف من كل شخص للتاني. فالفكرة بقى في ايه اللي بيأثر على اختياراتنا، مش فكرة ان في اختيار صح او لا. فأنا بالنسبة لي ساعات كتير بيسيطر عليا ال fear of missing out أو زي ما بيقولوا فومو، ودي مشكلة شائعة عند معظمنا تقريبا. وبعد كده ممكن تلاقيك مزنوق شوية فالفلوس تبقى فاكتور، بس في نفس الوقت انت عايز تدلع نفسك، فهتعمل ايه بقى ساعتها؟ فغير بقى ال fear of missing out أو ظروفك المادية، ممكن واحد صاحبك انت بتثق في رأيه يختار حاجة، فالثقة دي حتى لو انت مش متخيل انها هتأثر عليك، بس لا هتخليك عايز من ده برضه. وهكذا بقى لحد ما تلاقي نفسك طلبت حاجة انت مش حاببها اصلا ومش عايزها وشكرا كده. بس هل ده بقى اختيار غلط لما انت اخترت حاجة عكس رغباتك او بره حدود الكرايتيريا اللي في دماغك دي ولا لا؟ هل في حاجة اسمها اختيار صح اصلا؟ انا مقتنع ان مفيش حاجة اسمها اختيار صح في المطلق. في حاجة اسمها اختيار صح بيسد على معطيات عندي في الوقت ده. وهنا هنغير بقى المثال البسيط بتاع الاكل لانه كان اكتر حاجة جينيريك ممكن كلنا نريليت ليها، وهنتكلم عن أصعب تجربة اختيار اتحطيت فيها الفترة اللي فاتت. الموقف ده كان بعد ما اتخرجت من الجامعة. في آخر سنة ليا كنت بدأت أفكر في الأوبشنز المتاحة قدامي، وكان من ضمنها إني أكمل دراستي في الماجستير برا مصر. وقدمت فعلا على كذا جامعة، كان من ضمنهم ال AUB، الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت حلم بالنسبة لي برضو لأني كنت بحب الجامعة دي من زمان. وفي الفترة اللي أنا كنت مستني الرد منهم كنت مفروض إني أحضر فيها ورق الجيش، والحمد لله اتقبلت في الجامعة واتقبلت في المنحة اللي هتغطي لي فيها كل حاجة. فكنت محطوط بقى بين الجامعة اللي أنا كان نفسي فيها وبين إني أكمل تقديم في الجيش وأخلص من السنة دي. فكان اختيار صعب جدا وقتها، لأنهم كانوا مديني يوم تقريبا أرد عليهم فيه. اليوم ده أنا كلمت كل الناس الكبيرة اللي أنا بثق في رأيهم وفي تجربتهم في الحياة، وأهلي وصحابي طبعا. اليوم كان كله مكالمات وتفكير بشكل رهيب لدرجة إني فاكر إن أنا صدعت آخر اليوم ده. المهم، أنا كمهند من جوايا كنت عايز أروح لأسباب كتير. أولها إني كنت عايز أبدأ تجربة الجامعة في مكان جديد بشكل مختلف، والبرنامج اللي أنا كنت رايح عليه كمان كان متفصل على اهتماماتي الأكاديمية في الوقت ده، علشان كنت هشتغل في مشروع تبع قسم ميكانيكا ومستشفى الجامعة وقسم كمبيوتر، ودول حرفيا ال3 حاجات اللي أنا كنت شغال عليهم آخر سنة ليا. وغير إن الجامعة كانت هتسهل لي تقديمات كتير بعد ما اتخرج من الماجستير. فمع كل ده ردي على الجامعة كان في الآخر إني رفضت المنحة وقررت إني أدخل الجيش. اللي ساعدني أخد القرار ده رغم صعوبته كان سؤال من شخص أنا بعتبره زي أخويا الكبير. قال لي أنت عايز تعمل إيه بعد ما تخلص؟ يعني الكام سنة الجايين عايز يبقى معاك إيه أو بتعمل إيه؟ قلت له والله عايز أعمل كذا كذا. بكل بساطة قال لي اللي أنت عايز تعمله ده مش أهداف واحد رايح يعمل ماجستير. استوعبت بقى ساعتها ان مش كل حاجة شكلها حلو ليك وعايز تجربها دلوقتي مناسبة او هتفت في خطتك. وبجانب بقى شوية الظروف اللي حصلت في لبنان في الوقت ده والاوضاع هناك، خدت اصعب قرار في حياتي وهو رفض المنحة دي، والقرار اللي انا متفاجئ اني خدته لحد دلوقتي. وانا بقلب كده في الحاجات اللي كنت بكتبها لقيت صفحتين عن قد ايه انا كنت مستني المنحة دي تجيلي، والحمد لله جت، والحمد لله برضو اني ما روحتش.
فرغم صعوبته عليا بس كنت راضي عنه تماما. ولما جه الوقت اللي كنت ممكن أندم فيه على القرار ده، جت في دماغي فكرة الندم، بس الحمد لله ما عملتش كده. فالملخص يعني إن في حاجات كتير بتأثر على تفكيرنا واحنا بناخد قرارات حاسمة في حياتنا، وبنبقى تحت ضغط فكرة الاختيار الصح، واللي في أوقات كتير بتأثر بالسلب. فحاول تخرج بره الفكرة دي وتشوف ايه اللي بيأثر عليك فعلا. هل الإيجو بتاعك، ولا خايف إن يفوتك حاجة، ولا ضغط صحابك وأهلك، ولا ده اللي انت عايزه فعلا؟ علشان لما تاخد قرار تبقى عارف انت خدته ليه وتبقى راضي عنه. مش لازم يطلع صح، ومش مهم أصلا انه يطلع صح. أنا سمعت جملة من واحد صاحبي، والجملة دي علقت في دماغي. قال لي انت حتى لو وصلت للقاع في الفشل، فانت معاك وقت انك تطلع تاني عادي. فحقيقي مش مهم قرارك يكون صح، المهم تكون راضي عنه، علشان وقت ما يحصل العكس ما تندمش.